ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده طريقه جديده، طريقه ناس كده كلمتني عنها وطلبتها مني. الطريقه النهارده هو ازاي لو معايا ملف، او بمعنى اصح معايا مشروع سكتشوير، ازاي احطه على سكتشوير، افتحه عندي وابدا ان انا اعدل عليه واظبط فيه الدنيا. او لو انا معايا مشروع وعايز ابعته لواحد صاحبي يكمل تعديل عليه ويكمل شغل معايا فيه ونساعد بعضينا. طريقه النهارده سهله وبسيطه، لكن محتاجه منك تركيز ومحتاجه منك نسخه سكتشوير دي اللي هتلاقيها في رابط ميجا في الوصف، وهتلاقيها في لينك التليجرام. بس كده، كل اللي عليك تركز معايا وتركز في الشرح وتمشي على الخطوات، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بص يا زميلي، اول حاجه هتفتح كده سكتش وير رقم واحد. مثلا انا لو معايا نسخه وعايز ابعتها لواحد صاحبي، او بمعنى صح معايا مشروع عايز ابعته لواحد صاحبي. طب انا هاخد اي مشروع من اللي عندي كده، مثلا ايه، تعالى يعني اول مشروع هعمل له باك اب كده. تمام. انكلود يوز اكسم، ايه، هفعل الاتنين كده واقول له اوكي. تمام. واسيبه يعمل كرييت باك اب. تمام. قال لي سكسسفول فوق كده، معناها ان هو عمل باك اب بكل سهوله. تيجي عند ريستور بروجكت، تيجي عند، هيفتح معاك على طول كده ماي نمبر اس دبليو بي. طيب ارجع كده لورا يا عم، انا مثلا ما ظهرش معايا كده. انا ظهر معايا ملفات تليفوني عادي جدا اهوت، الداونلود والحاجات دي كلها الاقيها فين؟ تيجي هنا كده تنزل فين اهو، عند سكت دوت نقطة سكتشوير نقطة سكتشوير، تيجي عليها كده، تيجي عند الباك ابس فوق، وهتلاقي المشروع عندك هنا هو، تقدر تاخده كوبي وتبعته لاصحابك بكل سهولة، او تبدأ ان انت تعمل فيه اللي انت عايزه. طيب ازاي الكلام ده بيتم؟ طيب انا هرجع كده معاك، اروح على برنامج ام تي مانجر كده، هتلاقي عندك برضو ملف اسمه دوت سكتش وير. هتخش على الملف، تخش على الباك اب، هتلاقي عندك ملف ايه اللي اهو، تقدر تاخده كده بقى وتعمل له مشاركه وتبعته لكل اصحابك على الواتساب او على التليجرام. هتيجي تسالني برضو سؤال اهم. طيب دلوقتي ازاي انا ابدا ان انا ارجع الملف ده، او ان انا مثلا لو حد بعت لي ملف ازاي ابدا ان انا ارجعه؟ طيب بكل بساطه كده، هتيجي على نفس الموضوع. انا مثلا عندي اهوت الملف ده، انا همسحه خالص بقى، هعمل له ديليت كده، الملف ما بقاش عندي اهو، ما بقاش عندي. طيب هاجي اعمل من هنا ريستور بروجكت، وابدا ان انا طبعا اختاره من ملف دوت سكتش وير، افتح الباك اب، الاقي الملف عندي، او الاقيه في اي حته اذا كان في الداونلود او في اي مكان حرفيا. هبدا ان انا ادوس عليه كده. تمام. اقول له سيلكت، ويبدأ ان هو يرجعه لي تاني بالصورة بتاعته بكل الحاجة الخاصة بيه. حتى لو فتحته كده هتلاقي نفسه هو الحاجة معايا بكل سهولة. دي طبعا تعملها في حالة ان انت لو عايز تغير نسخة سكتش وير اللي معاك، وخايف ان الملفات او مشاريعك الخاصة بيك تضيع، او لو عايز تحفظ الملف بتاعك كمشروع، بحيث ان انت لو جيت بعد فترة من الفترات حبيت ان انت تعدل عليه، او ان انت تبعته لاصدقائك يعدلوا عليه، او تديه لاي حد بمقابل مادي، مقابل فلوس يعني، وغيره من الملاحظات يعني. تمام. بس فالطريقة النهارده سهلة وبسيطة جدا ومش محتاجة أي تعب، بتعمل باك أب وتعمل ريستور وباك أب، وخلص الموضوع معاك على كده. بس وبإذن الله الفترة الجاية هحاول إن أنا أنزل لكم مشاريع في قناة التليجرام، أو أنزل لكم مشاريع هنا في الواتساب، أو هحاول إن أنا أعمل لكم بوت متجر تليجرام يكون فيه مشاريع وكورسات مهمة تفيدكم. الكورسات بمعنى أصح اللي أنا مش هقدر أنزلها لكم على اليوتيوب. عشان ما أطولش عليك أكتر من كده، كالعادة مش عايزك تنسى تنزل تحط الاشتراك وتفعل الجرس، تشير الفيديو لكل أصحابك عشان الكل يستفيد، وتنزل تحط كومنت يشجعني، وتنزل تقول لي رأيك في الكومنتات، أو تقول لي محتاج شرح الفيديو الجاي يكون عن إيه. ويلا بينا، مع السلامة.